هذه المرأة اللي اسمها ماما منا خادمة عندكم، منا خادمة بالبيت. يعني لما الولد يصير عمره مثلا لنقول 7 سنين 8 سنين، ما بدي اسمع من تمك كلمة ماما ساندويشة وانت قاعد على البلاي ستيشن. ماما ساندويشة شو مفكرة؟ شو الفام دو ميناج عندك بالبيت؟ قوم على راسك اعمل الساندويشة وشوف امك اذا بدها ساندويشة اعمل لها كمان. اذا في حدا بده يخدم التاني بالبيت، الاولاد بدهم يخدموا الاهل، مش الاهل خدام عند الاولاد. انتو بدكم تخدموها، انتو بدكم تروحوا تجلوا الصحون. ما برضى شوف امكم عم تجلي صحن، عم بتشيل كباية عن الطاولة ما بتشيل. منا خادمة عندكم ولا عنا. اذا عملت هيك من باب الاحسان، ولكن نحن بدنا نوفر عليها شغل. لو بتعملوا هيك طول حياتكم، عرفوا انه شو، ما حترجعوا لها ولو طلقة من طلقات الولادة. هداك شو قال له لابن عمر؟ قال له حججت وامي على ظهري اتراني وفيتها حقها يا ابن عمر؟ قال له ولا بطلقة. حج وامه على ظهره. فشو بتقول لي جلس صحون؟ انت روح اجلس صحون انت واخواتك تناوبوا، مش امك اللي بدها تجلس صحون. وهكذا نفس الشيء، اكلتوا خلصتوا اكل ما بتقوم عن الطاولة وامك اللي بدها تضب من وراكم. لا، امك عملت الاكل جزاها الله عنا خيرا، انتوا الاخوة فيما بينكم تتناوبوا.